الأزمة الدبلوماسية الحادة بين الجزائر وفرنسا باتت ككرة الثلج المتدحرجة تكبر وتتعاظم بمواقف وأزمات مستمرة. فنقاط الخلاف كثيرة بين الجانبين، آخرها مشكلة الجزائريين الذين تريد فرنسا ترحيلهم إلى بلدهم الأم الجزائر، ولكن الأخيرة ترفض تسلمهم. وزير الداخلية الفرنسي برونو غيتايو هدد أنه سيقدم استقالته في حال لم تستجب الجزائر للقائمة التي يحضرها بأسماء جزائريين ملزمين بالإبعاد، مشيرا إلى أن ماكرون لا يعتمد لغة صارمة في هذا الإزاء، ومبررا الأمر بأن قائمة الأسماء التي تشمل 60 شخصا هم أشخاص معروفون لإخلالهم بالنظام العام أو خرجوا من السجن أو أفراد يصنفون بالخطيرين، قائلا إن بلاده لا تريد حربا مع الجزائر. وزير الخارجية الفرنسي مشاهدينا جان ويل بارو اعتبر أن رفض الجزائر يضر بمصالح فرنسا، وقال إن الملايين من مواطنين المرتبطين بطريقة أو بأخرى بالجزائر لا علاقة لهم بالصعوبات التي نواجهها مع السلطات الجزائرية. التوترات الحالية التي لم نتسبب بها تشهد تطورا إشكاليا جديدا لا تصب في مصلحة أحد، لا فرنسا ولا الجزائر. نريد حل التوترات باحترام، ولكن أيضا بحزم وصراحة وبدون ضعف، دون التخلي عن أي من مصالح الفرنسيين التي هي بوصلتنا. طيب، لما ترفض الجزائر تسلم مواطنيها هؤلاء؟ مشاهدين، الجزائر قالت إنها ترفض ذلك شكلا ومضمونا، ترفض تلك القائمة. من ناحية الشكل، رأت الجزائر أن باريس اعتمدت على قوائم أحادية الجانب بأسماء مواطنين جزائريين ترى فرنسا ضرورة ترحيلهم، ووفق الخارجية الجزائرية لا يجب أن يكون هذا القرار على حساب الآخر، خاصة عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق المعنيين بتدابير الإبعاد. أما مضمونا، أكد الرد الجزائري أن بروتوكول اتفاق 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية في 1974 التي تظل الإطار المرجعي الرئيس في المجال القنصلي بين البلدين. طيب، ينص البروتوكول على اتباع القنوات المتفق عليها، أي التنسيق بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة، ودراسة ملفات الإبعاد حالة بحالة بدلا من الارتكاز، حسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية. كما ينص الاتفاق على استنفاذ الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر الإبعاد القضائي فرصة إجراءات الطعن المتاحة الإدارية والقضائية قبل الموافقة على ترحيلهم. طيب، لنقرأ بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. هنا هاجر تقول: الجزائر لا ترفض استقبال أبنائها، بل ترفض الإملاءات والتلاعبات خارج القانون. هشام أيضا يقول على منصة إكس: في كل الحيلولة هاي لا يتضرر غير المواطن البسيط الجزائري أو الفرنسي كان. تدوينة أخيرة مشاهدينا من كريم يقول: أظن أن فرنسا بين المطرقة والسندان في علاقتها مع الجزائر، في المقابل أي فعل فرنسي يقابله رد فعل جزائري.